باغتهم الزلزال ليلا، فاستيقظ الأفغان على مئات الضحايا ومناطق مدمرة بالكامل. فما سبب الدمار الكبير هذا؟ مشاهدينا، هذه أبرز المشاهد المتداولة عقب الزلزال. وطبعا لم تكن المنازل وحدها المدمرة كليا، بل أيضا الطرق المؤدية إليها في هذه القرية، مما زاد من صعوبة الوصول طبعا إلى المصابين وإسعافهم. ويظهر الفيديو المشقة التي يتكبدها هؤلاء الأشخاص خلال نقلهم المصابين على حمالات، فيما استخدمت السلطات الأفغانية المروحيات في محاولة للوصول إلى زلزال بقوة 6 درجات يحصد المئات في أفغانستان. هل العالم جاهز لاحتواء هذه الكارثة؟ مرحبا بكم في النشرة المغاربية، أسرع تغطية إخبارية مغاربية وعالمية. اشترك الآن ليصلك الخبر قبل الجميع. والتغطية أولا: إرثة تهز أفغانستان. زلزال مدمر بقوة 6 درجات يضرب شرق البلاد، يخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى. الصدمة لم تتوقف عند ننكرهار وكونار، بل وصلت ارتداداتها حتى كابول وإسلام آباد. هل نحن أمام مأساة إنسانية جديدة في قلب آسيا؟ الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى. مسؤولون حكوميون قالوا لBBC إن المنطقة الجبلية الوعرة وشبكات الاتصال المحدودة تشكل تحدياً لفرق الإنقاذ. يأتي هذا وسط استمرار مناشدات الأهالي وطلب المساعدة. زمون واړه ایثار دي، زنانه ایثار دي، سپینګیري ایثار دي، ماشومان ایثار دي، خبره پوه شو، مړي ایثار دي. زمونږ اوس دونه څوک نشته چې دا موږ سره راوباسي. موټرو ته ضرورت دی چې راشي، هر شي ډاکټرانو ته ضرورت دی، هر څه ته ضرورت دی چې راشي په دې دا مریضان وباسي او دا مړي راوباسي. الزلزال مشاهدينا ضرب المناطق الشرقية لأفغانستان قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وزارة الداخلية الأفغانية قالت إن معظم القتلى سقطوا في ولاية كونار. أما هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقالت إن مركز الزلزال يقع شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننغرهار الشرقية، حيث تغطي الجبال نحو 90% منها، وطرقها الضيقة باتت مغلقة نتيجة الانزلاقات الأرضية بفعل الزلزال. أيضا مشاهدينا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا بلغ 8 كيلومترات فقط. وعلميا يعد هذا القرب النسبي من سطح الأرض عاملا مهما بالدمار الناتج عن الزلزال. وتصنف الزلازل على أنها ضحلة إذا حدثت على عمق أقل من 70 كيلومترا تحت سطح الأرض، إذ تنتقل الموجات الزلزالية من موقع الزلزال إلى سطح الأرض، حيث تتسبب في وقوع الأضرار، وتفقد هذه الموجات طاقتها في أثناء انتقالها. وكلما كان الزلزال أعمق زادت المسافة التي تقطعها موجاته، ما يجعلها أضعف عند وصولها إلى السطح. زلزال أفغانستان ليس مجرد خبر عابر. قوته 6.9 درجات وعمقه الضحل عند 8 كيلومترات جعله أكثر فتكا. مئات القتلى في ننكرهار وكونار، آلاف المنازل المدمرة، وأسر مشردة بين ركام القرى الجبلية. الهزات شعر بها سكان كابول وحتى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لتتحول المأساة إلى حدث إقليمي. الآن يبقى السؤال: كيف ستتعامل السلطات الهشة مع هذا الدمار؟ وهل سيكفي الدعم الدولي لاحتواء الكارثة؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، واضغطوا اشتراك ليصلكم كل جديد. أفكارنا الأصلية ومظهرنا الخاص أصبح مصدر إلهام للكثيرين. شكرا لكم على جعلنا مرجعا.